السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة 43 في تاريخه. كده الأهلي مش محتاج حتى مباراة القمة، هو متوج فعلا قبل مباراة القمة. يعني النادي الأهلي يقدر في مباراة القمة يحتفل بحصوله على الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه. عشان نعرف التفاصيل يا ريت نضع لايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر ان احنا نحصل على كل المعلومات وكل الفيديوهات الجديدة اول باول. طيب تفاصيلنا بتقول ان النادي الاهلي لقب بالزعيم الدوري المصري او حصل على الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه رسميا، مستفيدا من سقوط بيراميدز امام سيراميكا كليوباترا بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة اللي جمعتهم في ملعب عثمان احمد عثمان ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين او الثالثة والثلاثين. الاهلي يتوج بلقب الدوري مبكرا. طب ازاي مبكرا؟ عن طريق ان فريق بيراميدز ما قدرش انه يحسم المباراة اللي كانت بينه وبين فريق سيراميكا كليوباترا، وبالتالي لو حسبناها هنلاقي ان لو مهما حصل من سقوط للنادي الاهلي حتى المباريات اللي فاضلة كلها برضو هيكون حصل على الدوري المصري مهما كان النتيجة لفريق او نتائج فريق بيراميدز. رفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 67 من 32 مباراة في بطولة الدوري المصري، ولكن الاهلي لعب 29 مباراة حقق من خلالها 75 نقطة. ده يعني انه خلاص مش محتاج المباريات اللي جاية كلها، وبالتالي هيتوج المارد الأحمر بلقب الدوري رسميا. هنا مفاجأة طبعا، لأن الكل كان متخيل أن التتويج ممكن يكون في مباراة الزمالك أو في أي مباراة بعدها لو ما قدرش أن هو يفوز على نادي الزمالك. وفي حال فوز بيراميدز بالمباراتين المتبقيتين له، يعني لو بيراميدز كسب المباراتين اللي فاضلين له هتوقف رصيده عند 73. طب هو الاهلي اصلا عنده 75، يبقى الاهلي مش محتاج اي نقطة، وهو ما يعني تتويج الاهلي رسميا بلقب الدوري حتى في حالة هزيمته في كل المباريات المتبقية. مبروك للاهلاوية، فوز بالدوري جه في وقت مهم جدا غاب عنه الدوري سنتين، فاز بيه مبكرا، فاز بيه وهو بيحقق كل الألقاب اللي كان نفسه يحققها في سنة واحدة. أعتقد أن النادي الأهلي من الممكن أن هو يدخل في فترة استراحة، وده من مصلحة النادي عشان خاطر هو مقبل على عدد كبير جدا من المباريات والبطولات. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.